على لا، انا بقول للاخت فجر هي اللي تنزوي وتختفي وتكتفي كتابه بقى عن مصر وعن مصريين وفنانين مصر خط احمر ما تقربش منهم. يعني هي بتقول لك الله ما انتوا بتنتقدوا السياسيين وتنتقدوا مش عارف ليه الفنانين فوق الانتقاد. هو ده انتقاد؟ هو ده انتقاد لما تقولي لي انت كبرتي، انت عجزتي، انت شكلك مش حلو؟ هو ده انتقاد؟ انتقديني في فن، في راي، في موقف. لكن تنتقديني عشان انا شكلي كبر فمش عاجب حضرتك؟ ما تشوفيش صوري، ما ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى يا جماعة نسمع الولد ده مطلوب حي او ميت. طبعا في ناس كتيرة جدا ما بتحبش الولاد او الشباب اللي بيقلدوا البنات او الستات، بس بجد الولد ده خلاني ركزت معاه جامد جدا لان حركاته وانفعالاته بجد رهيب رهيب. حاسه ان انا قاعده قدام الفنانه الهام شاهين بجد. يعني هو عنده موهبه جامده جدا رغم ان في ناس كتير او ممكن تختلف معاه لانه بيقلد الستات والبنات، بس بجد عنده موهبه فظيعه. تعالوا يا جماعة نسمع الولد ده وهو بيقلد الفنانة إلهام شاهين بكل احترافية رغم الاختلاف في الرأي، بس بجد عنده موهبة جامدة جدا. على لا، انا بقول للاخت فجر هي اللي تنزوي وتختفي وتكتفي كتابه بقى عن مصر وعن مصريين وفنانين مصر خط احمر ما تقربش منهم. يعني هي بتقول لك الله ما انتوا بتنتقدوا السياسيين وتنتقدوا مش عارف ليه الفنانين فوق الانتقاد. هو ده انتقاد؟ هو ده انتقاد لما تقولي لي انت كبرتي، انت عجزتي، انت شكلك مش حلو؟ هو ده انتقاد؟ تنتقديني في فن، في راي، في موقف. لكن تنتقديني عشان انا شكلي كبر فمش عاجب حضرتك؟ ما تشوفيش صوري، ما تتابعينيش. انت مالك؟ انت دخلك ايه؟ وتقول لها روحي اعملي عمليات تجميل زي غيرك من النجمات اللي شكلهم حلو. طب انت طول النهار عايزه تعملي عمليات تجميل، انت حره في نفسك. ما تفرضيش علينا كفنانين ان لازم احنا كمان لازم نروح نعمل عمليات تجميل واحنا مبسوطين بشكلنا كده ونكبر عادي. هو الكبر ده حاجه عيب؟